بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الماتش لسه اصلا ماتش الاهلي والزمالك شغاله الحقيقه، والماتش الحقيقه يعني بالنسبه للزمالك ماتش صعب وفي توقيت غير عادي. يعني الزمالك الحقيقه دي ضربه كبيره جدا 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 لفريق الزمالك، لانه واضح جدا جدا الهبوط في المستوى، واضح جدا عدم الثقه بالنفس من اللعيبه. الحقيقه يعني حسام عبد المجيد لعيب، يعني انا اتصور انه اي ماتش جاي عنده مشكله، عنده مشكله ثقته بنفسه اكيد اتهزت بشكل غير عادي. وانا مش فاهم ازاي الحقيقه معتمد جمال بعد الشوط الاول واللي حصل من حسام عبد المجيد انه اولا بيطلع الكرة غلط لطارق محمد طاهر، بيتعمل اسيست وبتيجي جون من بن شرقي. الكرة الثانية بيلعبها وحش في فتوح، طبعا بتروح لبن شرقي بيعملها لحسين الشحات تيجي جول. انت بعد كده في الشوط الثاني تيجي ضربة جزاء تخلي حسام عبد المجيد يشوطها؟ يعني مستحيل. الولد اصلا يعني وحتى اداؤه غير الكورتين دول اداؤه مهزوز، في مشكله، عنده مشكله. فانت يعني انا اعتقد انه حسام عبد المجيد اوف سيزون، يعني الماتشين اللي جايين مستحيل ثقته بنفسه ترجع له. فانت بتخسر لعيبه كتير جدا. محمد شحاته اللي عمله برضه في ضربه الجزاء حاجه صعبه، واداؤه طول الماتش حاجه كان سيء. يعني الجون الكره الثانيه دي، الجون الاولاني محمد شحاته واقف على ال 18 بيتفرج، يعني جوه ال 18 بخطوه كده بيتفرج، المفروض يقطع مع بن شرقي على فكره. لا، ما طب انت هتخسر ايه يا اخي؟ ما تدخل اعمل زحمه، الكره العرضيه بترفع يعني. لا ده ما فيش. فمحمد شحاته آه، عنده مشكله. عندك حسام عبد المجيد عنده مشكله كبيره جدا. طبعا شيكوبانزا الثلث ساعه اللي نزلت هو كده ما كده معود جمهور الزمالك بيلعب 10 دقائق كويس و10 دقائق وحش، هو اخره 10 دقائق وربع ساعه وثلث ساعه. فانت ما يعني انت عندك عبد الله السعيد برضه خارج بمشكله، عندك دي كلها مشاكل ما كانتش موجوده على فكره قبل ماتش الزمالك، قبل ماتش الاهلي. المشاكل دي هتتصدر في الماتشات الجايه، في ماتش سموحه وماتش سيراميكا، وهتبقى عبء نفسي على اللعيبه. انت ما عندكش سكواد في بودا اللي هتنزل اصلا تهز مستواه اصلا نفسيا مش عارف ايه. لا انت ما عندكش، انت ما عندكش اصلا. انت هم دول اللعيبه اللي هتكمل بيهم وهتلعب بيهم مفيش غيرهم. فانت ده خطر جدا على الكونفدراليه وخطر جدا على الماتشات الجايه. فالزمالك في محنه حقيقيه. الفرقه بماتش الاهلي اتهزت نفسيا اكتر ما هي كانت مهزوزه، هي كانت نازله خايفه اصلا، وهو ده السبب في كل اللي حصل. يعني انا اتصور انه السبب الاساسي في مستوى الزمالك والاداء السيء ده هو الخوف، ان الفرقه دي نازله خايفه، نازله حاسه انها ممكن تتغلب في اي وقت، وحاسه انها ممكن تخسر في اي وقت، ممكن تحصل فضيحه في اي وقت. فالفضيحه حصلت، والجمهور الحقيقه يعني ما يستحقش كده. يعني جمهور الزمالك ما يستحقش اللي اللعيبه عملته. مجهود الكمال البدني واضح جدا ان اللعيبه مش واقفه على رجليها، واضح جدا انها مجهده بدنيا. طبعا انت ما تيجي تقول لي اصله بنلعب في الكونفدراليه، مش عذر. انت كده كده انت دي الابطال الاخيره ما فيهاش هزار، لازم تدوس على نفسك في الملعب على قد ما تقدر. انا شايف لعيبه الزمالك امبارح مش قادره تجري في الملعب، مش قادره بدنيا، وهي مش قويه، مش احسن حاجه. الجانب الاخر الاهلي طبعا افراح يعني يعني اليومين ثلاثه اللي قبل الماتش جمهور الاهلي طبعا جمهور الزمالك كان بيحفل على جمهور الاهلي يقول له ثلاثه من بيراميدز او ثلاثه على الاهلي. فطبعا جمهور الاهلي بيرد الزياره يعني فاحنا شغالين دلوقتي اول ثلاثه، ده حلو، انتوا الاثنين بثلاثه على فكره يعني. فالافراح شغاله ورد الكيد شغال. لكن الحقيقه انا عايز اقول حاجه على الماتش امبارح بتاع الاهلي، وانا اعتقد انه يعني انا عارف انه الكلام ده مش هيعجب الاهلاويه قوي، لكنه اعتقد انه مستوى الزمالك هو اللي خلى مستوى الاهلي جيد يعني.
فانا بشوف انه الحقيقه اللعيبه اصلا هي والمدرب هو. فيمكن التغيير الوحيد كان انه حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بادئين من اول ماتش. ده التغيير الوحيد اللي حصل في الاهلي. ويمكن انا كانت كتير قوي من اول سنه تقريبا وانا بقول طاهر محمد طاهر وحسين الشحات اساسيين، زيزو اقل منهم. لكن ده التغيير الوحيد. لكن التغيير ده مش معجزه يعمل كل ده يعني التغييرات دي مش معجزه تعمل ده. الاداء بتاع الزمالك وحش. الزمالك وحش على فكره. يعني الزمالك مستويات يعني ما هوش واو يعني. لكنه بالقياس لامكانياته وامكانيات لاعبيه. ف ف فالواحد بيحييه في المباريات اللي فاتت. لكن هل هو فرقه الزمالك فرقه مرعبه؟ لا. الزمالك عمره ما كان فرقه مرعبه يعني طول السنه انا بشوف انه هو فريق عادي، بس امكانياته والروح والجمهور اللي بيشجعه هو اللي مخلي اللعيبه بتدي اقصى ما لديها وبتحاول على قد ما تقدر انها تفوز فبتفوز. ده ما حصلش على فكره الماتش اللي فات. مش عشان الجمهور اثر، الجمهور ما اثرش، جمهور الزمالك ما اثرش، اللعيبه خايفه مهزوزه. يعني الفانيلا الحمراء بالنسبه للعيبه الزمالك فيها مشكله. يعني لو عايزين يلعبوا الاهلي يلبسوا الاهلي اي لون تاني. مجرد ما بيشوفوا لعيبه الاهلي بيحسوا ان الموضوع كبير وان هو ممكن يتغلبوا في اي لحظه. فبيقلقوا ونفسيا بينهاروا. ده اللي حصل امبارح. لكن الاهلي الحقيقه يمكن بن شرقي لما الجون الثالث بتاع بن شرقي هو جاي كاسر من الوينج الشمال. هو ما كانش بيلعب وينج شمال، لكن كان بياخد حريه. هو كان بيلعب مهاجم وهمي، لكن كان بياخد حريه بيروح يمين وبيروح شمال. لما راح في مكانه عرف يعمل الباص مع امام ويدخل ويكسر ويجيب الجون ده. بن شرقي لعيب ممتاز بس يلعب في مكانه ويلعب اساسي، ما يبقاش مهدد بتريزيجيه، ما يبقاش مهدد انه طب اوكي هنلعبك وينج يمين. يحس بالامان هو الثاني. هو محتاج يلعب في مكانه ويلعب اساسي ويبقى مطمن. طبعا ده مش موجود طول السنه، عشان كده بن شرقي مش موجود طول السنه. لكن لما كان موجود الماتش ده بن شرقي فرق وصنع الفارق. بشوف ان الاهلي الحقيقه بلا شك عنده لعيبه تقدر تعمل فرق، لكن توظف صح. ومش لازم كلهم يلعبوا في وقت واحد. ومفيش حاجه اسمها اصل ده اسمه نجم فلازم يلعب كل ماتش اساسي. يعني يبقى في عداله ويبقى في كل لعيب يلعب في مكانه. هتلاقي الاهلي على فكره شكله جيد وهيقدر يفوز على اي مباراه واي فريق في الدوري اقل من الاهلي، عشان بس الامور تبقى واضحه يعني. اي فريق في الدوري اقل من الاهلي. القيمه التسويقيه بتاعت لاعبين الاهلي حاجه 40 مليون دولار. والقيمه التسويقيه بتاعت كل الفرق بتاعت مصر يعني ما تزيدش عن 50 مليون دولار. انت متخيل نص القيمه التسويقيه بتاعت لاعبين الدوري العام كله في الاهلي اصلا. فانت الاهلي هو الاقوى بلا شك ولاعيبته هم الافضل بلا شك. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه في مشاكل ما بين اللعيبه دي. اللي حصل ما فيش عداله، اللي حصل ان مش الافضل هو اللي بيلعب، اللي حصل اللعيبه بتلعب مش في اماكنها. فبيحصل ده. بنشوف احنا اداء الاهلي سيء. لما ده يتظبط شويه بنشوف فرق. طبعا هنشوف فرق. طبعا الاهلي فريق كبير. مبروك طبعا الاهلي وهارد لك للزمالك وجمهور الزمالك. لكنه جمهور الزمالك لازم يفهم انه الطبطبه على اللاعبين ما هيش برضه دعم. لكن لازم يفوقوا ولازم يبقوا عارفين ان هم قدامهم ماتشين مصريين لازم يبذلوا اقصى مجهود عشان لو كانوا عايزين ياخدوا الدوري. مش عايزين ياخدوا الدوري ده موضوع تاني. والاهلي كمان لازم يتشبث بالامل ويلعب لغايه اخر نفس. ودي عادة الاهلي طول عمره يعني. ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا جدا لكم.